لما جبت السامبلوكو من ورا ابويا. ماشي يا بابا. يا جماعة يا اخواتي يا اصحابي واحبابي، انا حلمت خلطة عمري وانت اجرب ابقى مهتم ببشرتي شوية، فدخلت لابويا بكل احترام قلت له يا بابا انا عايز اجيب سامبلوك. قال لي سامبلوك ده؟ قلت له يا بابا سامبلوك ده اللي بيوحد لون البشرة. قال لي ده انتوا كيل بايظ. قال لي بكام ده يا حبيبي؟ قلت له ب 800 جنيه. قال لي ايه 800 جنيه؟ والله يا جماعة لسه ما كملتش الجملة لقيته قايم بنفسه فتح لي باب الشقة. قلت له ايه ده يا بابا بتعمل بتطردني بره البيت؟ قال لي اطلع بره يا حبيبي. قلت له يعني ايه؟ قال لي الشمس واسعة روح قابلها بره. قلت له يعني ايه برضه يا بابا؟ قال لي بص يا حبيبي ما تدخلش البيت ده الا لما تشتغل وتجيب كل اللي نفسك فيه بفلوسك. قلت له يا بابا وانت عيني عشان بتاكلني وتشربني على حسابك؟ قال لي بس يا جماعه قمت واخد بعضي وطالع بره. تعالوا بقى احكي لكم بالظبط اللي حصل معايا. صباح الفل او مساء الخير على كل اخواتي واصحابي واحبابي حسب الوقت اللي بتتفرجوا فيه عليا على الفيديو. المهم يا اخواتي في يوم من الايام رايح التمرين زي اي حد، وطبعا كمان انتوا عارفين الشمس عندنا بتبقى راكبه فوق راس الواحد ولابس نص كم، فبتلاقي الدراع متقسم لونين ابيض واسود. وانا بتمرن ما حبيتش المنظر وعملت كده برضه الشكل كان وحش، فقلت لا الكلام ده مش نافع. ففي واحد ابن حلال قال لي جرب تلبس حاجه بكم كده عشان ايه دراعك كله يبقى موحد. قلت له ماشي فكره حلوه برضه. وانا ماشي في الشارع يا جماعه لا في صهد كيس في نار حاسس ان انا جوه فرن. قلت لا برضه الفكره تمشي عجباني. برضه في تاني ابن حلال قال لي بص يا عم سرنجه انا هجيب لك الخلاصه. قول له ارجوك ابوس ايدك قول. بيقول لي في حاجه اسمها سامبلوك. قلت له سامبلوك ده انت فاكرني بتاع ممنوعات؟ قال لي ممنوعات ايه؟ احترمي نفسك يا ولية. ايه يا بابا في حاجه؟ الحمد لله بيتكلم في التليفون. فقلت له انت فاكرني بتاع ممنوعات؟ قال لي ممنوعات ايه يا اهبل يا سرنجه دي؟ ده الصن بلوك ده بيمنع ان دراعك يبقى ابيض والشوكولاته ابيض واسود. قلت له ماشي بكام ده؟ قال لي ب 800 جنيه. قلت له يا نهار اسود. قلت له ابويا لو عرف ان في صن بلوك ب 800 جنيه اصلا ده احتمال يموت فعلا يا جماعه. شفتوا اللي انا قلته في بدايه الفيديو؟ ده اللي حصل. انتوا جايبين هنا ابويا النهارده يا جماعه من ساعه ما سمع 800 جنيه دي وهو على اعصابه الدنيا معاه مش احسن حاجه خالص. فالمهم يا اخواتي ده الشكل بصوا تحسوا فيه بني وابيض، وبصراحه اللون خف عن الاول لما جبت السامبلوكو من ورا ابويا. الله اكبر عليك. ودلوقتي انا مضطر بقى احضر الشنطه بتاعتي واخد بعضي وامشي، بس تابعوني يعني هقول لكم اللي ممكن يحصل. 3 hours later. ده اللي حصل وللاسف انا مضطر ان انا خلاص بقى يا بابا ما انا همشي ومش هتشوف وشي بقى غير لما اجيب الصن بلوك ده واشتغل واجيب كل اللي نفسي فيه قدام عينك. وفي يا عم زي ما انتوا شايفين بصوا اهي الشنطه اهي يعني خلاص. ف يعني ربنا على المفتري يا رب. وبس يا جدعان ونروح عند الاسانسير بقى ونشوف اللي هيحصل. ماشي يا بابا ماشي يا بابا ماشي. انا مش مسامحك على اللي انت عملته فيها حاجه. ماشي يا بابا. وبس كده يا اخواتي وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.